فوق الضيمة المدارس العراقية إنه ماكو كتب ولا رحلات وأغلب المدارس قديمة، أكو جانب يمكن أنا أول واحد يتطرق له اللي هو الطلاب. لا حمود بروح امك. صراحة أكثر الشغلات المستفزة بالمدارس هي الطلاب. يا إيمو ليش الطلاب تحديدا؟ أنا أقول لك، كطالب خامس علمي تقريبا شفت كل أنواع الطلاب، بس أغرب نوع هم الهزلكيين. طبعا هذا الاسم ما موجود، أنا توني اخترعته. هذا النوع من الطلاب هم اللي يتنمرون باستهزاء حتى يحققون الكوميديا ويحاولون يضحكون على رد فعلك حتى لو كان رد فعلك طبيعي. المهم على سبيل المثال كنت ذاك اليوم قاعد بالصف بأمان الله وشفت طلاب من شعبة ثانية طبوا شعبتنا وراحوا للسجاج مع الشعبة مالتنا كانوا يدفعوه قالوا له ها شبيك. أنا هنا عقلي سوى ايرور لحظة وات شنو هم دفعوه ليش يقولوا له شبيك؟ والمفروض العكس. وهذا الطالب هم يظل مصدوم يباوع باستغراب مبين عليه ما مفتهم شنو اللي صار. طبعا هم كانوا منتظرين ينطي رد فعل حتى يضحكون، يعني ما ادري شنو اللي ضحك بموضوع انه انت تسوي نفسك رخيص لهاي الدرجة حتى تبين بشكل يضحك. واوه واو اني الكول ياي، ما يضحك. ومو بس هاي، مرة ثانية كنا أنا والشعبة مالتنا قاعدين بشكل دائرة مع الطلاب وكان اكو اثنين أصدقاء مقربين، ما أتذكر صراحة عن شنو كانوا يحجون بالضبط، بس الفكرة إنه إجا الولد وضرب صديقه ضربة خفيفة. تعرفون أصدقاء وبينهم ميانة يعني شي طبيعي، والمراقب كان قاعد من ضمن هاي الدائرة كان يضرب هذاك الولد راشدي حيل وقال له اضربه حيل ليش تضربه على كيف. بس هذا الولد حقيقة عجبني لأن رد عليه بأدب وقال له ليش ضربتني لا تتعدى. وطبعا المراقب طلع من جماعة الهزلكيين اللي حكيت لكم عنهم، فابتسم وقال اتعدى. وطبعا شباب اذا ما تعرفون كل واحد من جماعة الهزلكيين لازم يكون له فريق يطبل إله، هذا جزء من قانون انه هم هزلكيين. فاجا واحد من جماعة المراقب وقال وهو مراقب عادي يضربك، والمراقب ما عنده لا حدود ولا قوانين ولا اخلاق ولا كرامة. أتشاقب الصدق قال إنه هو مراقب عادي يضربك، قالها بالسخرية طبعا على مود الطالب ينطي ردة فعل ويضحكهم. والولد رد عليهم وقال وإذا مراقب شنو يعني؟ حكاها بجدية فما قدروا يكملون التنمر وغلسوا على السالفة. الفكرة إنهم ينتظرون أي رد فعل منك عصبي أو غريب حتى يحققون الكوميديا على أساس، بس الولد اللي حكيت لكم عنه ما انطاهم مجال فما ضحكوا عليه هواي. وأكيد بما إنه أنا أكبر انطوائي بالكون ما سلمت منهم. أتذكر لما كنت بالثالث متوسط كنت قاعد وانتظر يدق الجرس حتى أطلع برا وباوعت قدامي لقيت والله شباب طالب ضخم يعني شايفين الجولم الصخري بماينكرافت، هو الطالب ذاك كان يشبهه وكان يباوع عليه مثل السمكة الفقاعية. أنا قلت هذا شبيه ليش يباوع عليه هيج، فباوعت عليه شوية ما سوى أي رد فعل. فسألته ليش تباوع علي؟ وفجأة أشوف كل الطلاب اللي داير ما يدوره قاموا يضحكون. قلت بقلبي لحظة ايش بيهم يضحكون؟ أنا ما قلت شي. وطلعوا ذولي أخطر صنف من الهزلكيين اللي يضحكون على أي ردة فعل عادية أو غير عادية، وحتى لو ما سويت شي هم راح يضحكون. حرفيا موقفي كان ساعتها هيج، ليش باوع ما يضحك؟ يا أخي ما أقول غير الله يشفي هاي الفئات. موقف أخير كان أكو نفس هذا الطالب اللي كنا قوضم إجا وقعد يم طالب ثاني كان ضخم همين هذا الطالب وهمين كان يشبه هذاك الطير اللي بالطيور الغاضبة تعرفون ذاك الضخم، وكان يعني ثقيل وما يضحك مثله بالضبط. فإجا القوضم الصخري وسأل هذا الطالب يعني تصور وش راح يسأله؟ من هو ربك؟ 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 أدري والله شباب هاي المرة يعني صدق كانت تضحك. وهذا الطالب كان قوة طايقة وكل الطلاب توقعوا يصير صدام بينهم بأي لحظة. وتخيلوا يعني اسم طالب بالصف وأضخم طالب بالصف تحاركوا وش راح يصير؟ بس للأسف ما صار أي شي من هذا. وانسى تحاول تشتكي للمدرس لأن أكيد ما راح تقول الأستاذ هذا يقول لي من هو ربك. وأكو هواية مواقف مثل إنه يجي شخص ويدفعك على طالب ويشرد، أو شخص يقول مثلا يا فلان إذا ما تنطيني مي إيمو راح يجي يحط الحذاء على راسك، وأنت هنا ما راح تعرف موقفك بهاي الحالة
وبرأيي أفضل حل إنه أنت تحاول تخلي عندك علاقة صداقة خفيفة بينك وبين هذا النوع من الناس، بس لا تخلي وياهم ميانة، خليها علاقة رسمية. واكتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم أو عندشن مثل هاي الفئات بالمدرسة، مع إنه ما أتوقع أكو هيج بمدارس البنات، ويمكن تطلع بس مدرستي هيج، ما أدري. خلصت اللي أريد أحكي عنه، وهذا كان المقطع لليوم. مع السلامة.